أهلا بحضراتكم من جديد. هذه هي المباريات المتبقية للمتصدر حتى الآن أرسنال، حيث في الجولة 34 القادمة في هذا الشهر سيواجه نيوكاسل في ملعب الاتحاد، كما سيواجه أيضا في ملعبه فولم في الجولة التي تليها أو في ملعب الإمارات، كما سيغادر لمواجهة ويست هام يونايتد في لندن ستاديوم، كما سيلعب في الإمارات أمام بيرنلي، ومن ثم كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك. كما نذكر أيضا بأن هناك مباراة إضافية متبقية لفريق مانشستر سيتي وبيب غوارديولا، وهي المباراة المؤجلة من الجولة 31 أمام كريستال بالاس، وستكون أخيرا وحتى الآن لم يحدد تاريخ هذه المواجهة. ستكون هذه المباراة قبل الأخيرة لربما على الأرجح بالنسبة لمانشستر سيتي في انتظار تحديد تاريخ هذه المواجهة. سيلعب خارج الأراضي أمام بيرلي، وسيلعب في ملعب هيل ديكنسون أمام إيفرتون، كما سيلعب في ملعب الاتحاد أمام برينتفورد، وسيلعب في فيتاليتي ستاديوم في ملعب بورنموث، والجولة الأخيرة ستكون في ملعب الاتحاد أمام أستون فيلا، وهي المباراة الأكثر تنافسية لربما على مستوى المباريات المتبقية لمانشستر سيتي. أهلا بحضراتكم من جديد. استطاع مانشستر سيتي أخيرا الفوز أمام أرسنال في هذه الجولة في قمة هذا الموسم، في مستوى مميز لفريق بيب غوارديولا، في انتصار كان الأفضل لفريق مانشستر سيتي، ولربما قد يقود فريق مانشستر سيتي على مستوى منصة التتويج إذا ما كان حاضرا على مستوى الجولات القادمة، بالإضافة إلى المباراة المؤجلة، بالإضافة إلى توسيع الفارق من الأهداف بينه وبين أرسنال. على كل حال الشوط الثاني كان مغاير. عبد العزيز لعب مانشستر سيتي بندية أكبر، وكانت لديه أيضا النجاعة الهجومية بشكل كبير لتسجيل هدف الأفضلية في هذا اللقاء. وكنا نشاهد مباراة شطرنج ما بين غوارديولا وارتيتا في الشوط الثاني تحديدا. مع دخول مارتينيلي أضاف سرعة أكبر للمقدمة، فأصبح يلعب على التحولات بالشكل واضح على مارتينيلي. النقطة الأخرى بالنسبة لغوارديولا هو جعل برناردو سيلفا يتقدم بشكل أكبر من اللي كان عليه في الشوط الأول، لأنه واضح كانت هناك رقابة فردية على عكس أرتيتا. وارتيتا قام يعني في الشوط الثاني بمحو الرقابة الفردية التي كانت مفروضة، خصوصا من جابرييل على شرقي. هدف رائع عن طريق شرقي، لكن خطأ دوناروما في الشوط الأول أصلحه في الشوط الثاني، خصوصا كرة هافرتز. تصدي رائع، تصدي جعل السيتي ينتصر في المباراة، وبالتالي هناك أفضلية للسيتي في المرحلة الحالية. شددنا قبل بداية المباراة على أهمية تورايلي في الخروج من تحت الضغط وبناء اللعب والجري بالكرة، ومن ثم التقدم في المساحة وصناعة الهدف. هذا الهدف تحديدا شاهدت نفسه أمام ليفربول. هي اللقطة أحضرناها قبل بداية المباراة، نفس الأمر تقريبا بالنسبة لأورايلي، التقدم بعد ذلك الجري في المساحة. فكان سيناريو متكرر ونمط هجومي تم الاتفاق عليه في مع مانشستر سيتي. فتقريبا هي نسخة الهدف الثاني الذي أتى على أرسنال. وأورايلي من وجهة نظري مع شرقي كان أفضل لاعب في المباراة، ويستحق بأن يحصل على جائزة رجل المباراة، لأن إضافته دائما في منطقة الجزاء دائما تعطي الأفضلية للسيتي، ليست فقط في منطقة الجزاء، حتى في خط الوسط عندما يستلم الكرة تشعر بأن هذا غير مستعجب الكرة، لا يتوتر. فهذه الخصائص بكل تأكيد ستكون مفيدة للمنتخب الإنجليزي عندما يبدأ بطولة كأس العالم القادمة. شاهد هذا المشجع الذي كان حاضرا يساند فريق مانشستر سيتي، وبلقطة شهيرة كانت حاضرة في المباراة الماضية أمام تشيلسي، ومعه قارورة الماء بشعار أرسنال، وبأن مانشستر سيتي سيستطيع أن يتجرع هذا الانتصار وهذه الانتصارات، وخصوصا أمام أرسنال، لأن يذهب بعيدا على مستوى الصدارة والمنافسة أكثر أمام أرسنال. المباراة كانت مثيرة للغاية، دليل على ذلك انتهى الشوط الأول بتعادل إيجابي، وكان أرسنال
بالرغم من وجود المحاولات الخجولة إن صح التعبير لأرسنال في الشوط الثاني، كان قريب من تسجيل هدف، لكن أفضلية هجوم مانشستر سيتي وهالاند هي التي كانت فارقة في هذا اللقاء. كابتن محمد، مثل هذه المباريات لازم تستغل فرصك. الحاجات اللي انت بتقول عليها خجولة يا عبد العزيز، 4 فرص حقيقية وكبيرة محققة لهدف للتهديف لأرسنال. أنا على فكرة عجبني أرسنال رغم إنه خسر، بس ما لعبش بخوف، فاهم؟ بل بجرأة وبشجاعة وبشخصية. حتة بقى إن الكرة مش عايزاك دي حاجة تانية، إن الكرة تيجي في القائم بتاعت إيزي دي وتخرج دي حاجة تانية. كرة الرأسية من هافرتز، إن يجي لك انفرادات. أدي هنشوف الفرص بتاعت أرسنال الحقيقية. أدي انفراد، تعامل معاه كويس دوناروما، إنما لو هافرز حطها على الارض مش عاليه ممكن كانت ادي فرصه، وجات له فرصه لهافرز في نهايه المباراه، الكره اللي بدماغه، كره ايزي اللي جت في القائم. ماشي، ادي 3 فرص حقيقيه لو الكره عايزاك هتخش. الكره بتاعت ايزي دي يا كابتن عبد العزيز ادي اتعملت، اوديجارد لايزي استلم كويس وفضل نفسه كويس قوي. لو هي عاوزاك الكره دي مش تيجي في القائم وتخش في الشبكه، مش تخرج كده، فاهم؟ فطبعا الحظ بيبقى بيلعب دور. ادي 2 فرصتين محققتين، كرة جابرييل في القائم وكرة جابرييل اللي في القائم، والكرة الأخيرة بتاعت الكرة الثانية دي اللي في القائم تاني، والكرة اللي في الأخيرة بتاعت كي هافرز اللي حطها لنا فوق رأسية بعد عرضية تروزارد. فلازم يا عبد العزيز وانت بتلعب فرقة كبيرة جالك 4 فرص في 45 دقيقة، يجب أن تستغل الفرص. طبعا. الثاني جات له هالاند حط خلص. ادي في نهاية المباراة اتعاملت كويس، كروس معمول قوي كويس من تروسارد. احنا اللي اتعلمناه في الكوره اللي جايه من اليمين حطها في اليمين، ما تحوتش كده ولا تلف كده عشان تبقى في دقه، فاهم؟ كوره جايه لك من اليمين اوفر حلو جاي من اللي جايه منها، وانت راكب الكوره كويس، مش محتاجه ان انت تلف رقبتك. النتيجة غير عادلة، كان من الأفضل لأرسنال أن يتعادل أم كان أحق مانشستر سيتي الانتصار؟ أنا بوجهة نظري أرسنال على الأقل يستحق التعادل. أنا كنت إيه اللي كان محزنني على أرسنال أو في الماتشات اللي ما خسر بورموث، خسر لأنه خايف من الخسارة، إنما النهاردة باد لك وكان غير حاسم في منطقة الجزاء. مثل هذه المباريات في منطقتي الجزاء هي اللي بتحسم لك المباراة، والقوة والتمركز والتركيز زي جول هالاند، الجول بتاع المباراة، ما دي قوة وتركيز ورغبة، فاهم؟ فالحاجات الصغيرة والتفاصيل الصغيرة هي اللي بتحسم لك مثل هذه المباريات. على ألا الفريق ألا ينهار. أرسنال عندك 5 ماتشات لسه، لو قدمت بنفس هذا الأداء وكسبت ال5 ماتشات في كلام. الدور عليك انت شكلك النفسي هيعمل بعد هذه الخساره تبقى عامل ازاي. انما عجبني شخصيه الفريق، عجبني التكتيك بتاع الفريق وانتشار الفريق. انا ما كنتش متوقع ارسنال يبقى كده، الطبيعي السيتي يبقى كده، لان الطبيعي بتاع السيتي الفورمه بتاعته وفي عكس المستويات بتاعت ارسنال قبل هذه المباراه. اتكلم عبد العزيز على دول اورايلي، اضافه قويه وعمليه الزياده في نص الملعب، انما في منطقه الجزاء ارسنال كان اصلب من كده، كان اشرس من كده، اللي ببدايه الموسم عبد العزيز، فاهم؟ اللي داخل اللي كان يوصل لمنطقه رايه كان يبقى عمل انجاز. انما الماتشات الاخيره الصلابه الدفاعيه افتقدها الفريق، الصلابه الدفاعيه في بعض اللحظات، التنظيم الدفاعي اللي وصلوا بيه متصدر الجدول الترتيب 27 جوله من 33 جوله، الصلابه الدفاعيه. انما اللعيبه وقعت في فخ الاعلام، الاعلام الانجليزي عمل فخ وهم وقعوا فيه، قال لك بيلعب كره قبيحه، ده صلابه دفاعيه بس، ده فريق متردد، ده كرات ثابته بس، فاهم؟ فقد الصلابه الدفاعيه بقى، ما بيجيبش من كرات ثابته وبيخسر. لكن عشان كده هو طبعا في خطوره طبعا عليه. هيكسب السيتي، هيكسب الماتش اللي فرق الاهداف اصبح واحد الان. ايوه هيبقى 70. انما المشكله عند ارسنال انه ما ينهارش يا عزيز، لان زي ما قلت لك الاعلام الانجليزي عامل فخ وهم وقعوا فيه، والخبره والقياده بتبقى لها دور. ده مدرب متعود على البطولات. انا عاوزك تشوف تصرفات برناردو سيلفا النهارده كابتن الفرقه. برناردو سيلفا في الدقيقه 92 شال كوره من قلبي الدفاع. برناردو سيلفا في الدقيقه 93 كان اول واحد بيضغط على المدافعين. هو لما كان بيبقى فيه شك وفيه ضغط للفرقه تلاقي برناردو سيلفا ورودري
واقفين بيهدوا وتعليمات للفرقه. الحاجات دي ما تبانش بين يوم وليله. دول فرقه متعوده على البطولات، دول فرقه واثقه في الفوز. شوف تصريحات المدربين، تصريحات الجمهور، رايحين نكسب. فاهم؟ ده عشان متعود، خد 6 دوري، فاهم؟ وعنده مدرب يجيد التعبئه، يجيد التعبئه ويجيد اللعب النفسي، مش للاعيبته بس، على المنافسين. فاعتقد ان احنا شفنا مباراه كبيره. شكرا للفرقتين، شكرا للاثنين مدربين، شكرا لارسنال اللي خسر، اللي انا ما توقعتش ان هو يظهر بهذه الشخصيه وبهذا الاداء. تحدث كابتن محمد عبد العزيز عن تألق أرسنال في الجولات الافتتاحية على وجه الخصوص، وعملية الوصول السهل لمرمى الخصوم، بالإضافة إلى شكل الدفاع الذي كان محكم بشكل كبير، علما بأن أرسنال من جانب آخر افتقد لجهود أبرز اللاعبين والذين يعتمد عليهم طبعا ميكيل أرتيتا بشكل كبير، مثل بوكايو ساكا، كالافيوري، تيمبر كظهير، وأيضا ميرينو الذي كان يقود الهجوم بشكل يعتبر نوعا ما مختلف عن بقية الفرق. هل هذه الإصابات أو هذه الغيابات أثرت بشكل كبير على مردود أرسنال خصوصا في هذا اللقاء؟ أعتقد نعم. السبب الرئيسي هو وجود موسكيرا على الظهير الأيمن، حتى مع عدم وجود اقتناع كافي بوايت. تمبر تواجده في هذه المنطقة يعطي استقرار أكبر، ويعطي زيادة عددية في خط الوسط، دفاعيا جيد، هجوميا يساهم في الوقت المناسب. فتمبر خسارة أكبر من ساكا من وجهة نظري. ساكا لو تواجد نعم هو يعتبر جيد، لكن ليس في الفورمة الحالية التي ظهر عليها طوال الموسم. أنا لما تحدثت عن بأنها مباراة شطرنج، كنا نشاهد بعض التعديلات البسيطة على الطريقة التي بدأ بها المباراة، خصوصا من أرسنال بدخول مارتينيلي، وبالنسبة للسيتي لأنه جعل برناردو يتقدم بشكل أكبر. في السابق كنا نشاهد لا، رودري وبرناردو هم اللي يحفظون التوازن بشكل أكبر في منطقة المحور، وترك حرية أكبر لرباع المقدم بالإضافة إلى أورايلي. لكن مع الرقابة الفردية اللي شاهدناها في الشوط الأول، برناردو تقدم بشكل أكبر، وهذه جزء من التعديلات البسيطة لكل مدرب. كل مدرب يقرأ ماذا يحدث الآن. غير مهم ما حدث، هي بكل تأكيد ستكون ضربة نفسية قوية على أرسنال، وسيتأثر منها نفسيا الفريق، لأن كان هناك فارق مريح مع السيتي. السيتي بدأ يقترب الآن لديه مباراة مع بيرلي في منتصف الأسبوع، وأيضا بيرلي على ملعب صعب للغاية. لذلك المهم الآن ليست فقط الانتصارات، لكن الانتصار وبنتيجة، لأن هناك فارق أهداف قريب للغاية ما بين الفريقين. لذلك محاولة تسجيل أهداف والفريق يعاني في عملية التسجيل بشكل كبير، هنا تكون مشكلة أكبر. لكن الحل من وجهة نظري هي تجاوز هذه المباراة. مباراة انتهت، الآن لديك 5 نهائيات بالنسبة لأرسنال. كيف تتعامل مع كل مباراة لحدة، من مباراة إلى أخرى، لا تفكر في آخر مباراة. فهذا هو المنطق الذي يجب أن يسير عليه أرتيتا. حتى الآن الأمور لم تحسم، ما زالت هناك فرصة لأرسنال، لكن بكل تأكيد خسارة أي مباراة تعني بشكل كبير بأن انتهى الصراع لمصلحة السيتي. السيتي اللي تعامل ذهنيا بشكل جيد، هادئ في أرضية الملعب، غير متوتر. ونتحدث عن فريق مستقر كأرسنال بالأسماء، وفريق تم تجديده على آخر موسمين، تقريبا 6-7 لاعبين يتواجدون في التشكيلة وهو السيتي. لذلك هناك فارق ما بين من يدير هؤلاء المجموعة خصوصا على الصعيد الذهني، وهناك فارق أيضا في البيئة المحيطة. أرسنال منذ سنوات طويلة لم يحقق أي بطولة، السيتي بطولات تقريبا في كل موسم. هناك فرق كبير، لكن بكل تأكيد مباراة ممتعة، مباراة استمتعنا فيها الكثير من التفاصيل التكتيكية. مستعدين تمساعد نتحدث عن التفاصيل الموجودة. كل مدرب يغير بعض الأشياء، يغير بعض التفاصيل في طريقة لعبه، في أسلوب لعبه، لكن في النهاية خرجنا بمباراة جميلة، مباراة تقريبا متكافئة خصوصا على مستوى الفرص، واعتقد بأن هذه المباراة مكسب للدوري الإنجليزي. دعنا كابتن محمد نعود للتغييرات التي لربما قد كانت مفصلية لمانشستر سيتي أكثر من أرسنال، الذي بدأ وبادر بالتغيير من خلال إدخال مارتينيلي في هذا اللقاء، وتروزارد، بين وايت، ومن ثم يوكيرس، مع إبقاء
هافرتز في خط الهجوم، والتي لربما قد تعتبر شجاعة من قبل ميكيل أرتيتا، مع العلم بأن من جهة أخرى بيب غوارديولا استغل معظم التغييرات على مستوى دفاعي بشكل أكثر مع دخول غونزاليس وأكي في خط الدفاع. برأيك في هذه التغييرات من الذي نجح أكثر في قراءة مجريات المباراة للوصول لمرمى الخصم؟ هو كل واحد له هدف من التغييرات. يعني الهدف اللي سعى ليه جوارديولا الحفاظ على النتيجه ونجح فيه، وغير بعد الدقيقه 80. يعني ايه؟ يعني ما وصلش مثلا زي ما بين الشوطين زي ارتيتا. انا ممكن زي ما قال عبد العزيز حته مارتينيلي مكان مدويكي، انه يستغل شويه السرعه ويحسن ضغط الفريق. الجول جاي من مارتينيلي بدايه الجول الثاني، لانه راح كسل وراح ضغط عالي، ساب المساحه لاورايلي. كان يجب ان يقوم بادوار دفاعيه. بدايه الجول الثاني من مارتينيلي، لانه وسع المساحه لاورايلي. انت تعرف لو مدويكي كان ملتقيت هذا الشيء. اولا الشكل بتاع الضغط بتاع ارسنال اختلف بتاع الشوط الاول عن الشوط الثاني. الشوط الاول مان تو مان، الشوط الاول مان تو مان، الشوط الثاني زون. فالزون مختلف عن المان تو مان. الزون لازم تحدد انت هتضغط فين وهتضغط ازاي. الزون وقف انت دلوقتي ايهما الاخطر لو انت عاوز تضغط تعمل الفخ او المصيده بتاعت الضغط. انا اتفق معاك. الشكل المثالي بان مارتينيلي مسؤوليته اورايلي، لكن هو هي تعليمات في النهايه تعليمات. لان مواقف كثيره كان مارتينيلي يضغط على عبد العزيز. استنى بس عشان يبقى الساده المشاهدين فاهمين. لما العب مان تو مان دي مسؤوليه لعيب، لما العب زون هي قرار ورؤيه لعيب. احنا بنلعب زون دلوقتي، الشوط الثاني اختلف الضغط، صح، شكل الضغط. الزون خلي جيه يستلم، خلي دوناروما يدي جيه عشان تعرف تضغط. انما هو بص راح عامل ايه؟ افتح، كمل معانا، كمل، راح فاتح مساحه التمرير او طريقه التمرير. انا اتفق معاك بان الامر المثالي بانه يكون مارتينيلي مع اورايلي. حتى شاهد اوديغارد كان يوجه مارتينيلي للرجوع مع اورايلي. انا مش عايزه مع اورايلي، انا عاوزه يقفل التمرير لاورايلي. في فرق ما بين ان انت تروح للمان وتقفل طريق التمرير. ما هو الزون، ما هو انت ضغط الزون لازم يبقى عندك رؤيه وخبره ايهما اخطر عشان اوقعه لمصيده الضغط. اللي ورايا ولا اللي قدامي؟ اللي قدامي اديله عشان تروح تضغط عليه. انما تروح تفتح مساحه التمرير او طريق التمرير، ضرب الفرقه. شاهد اوديغارد كان يوجه مارتينيلي بانه يذهب الى اورايلي. حتى بعد التمريره شعر باستياء، رفع يده وشعر باستياء بسبب ان مارتينيلي ما رجع مع اورايلي. لكن في مواقف كثيره كان مارتينيلي هو من يضغط على جي في هذه اللقطه. فاوديغارد كان يوجه، لكن هنا ايضا نتحدث عن مشكله اخرى، مشكله القائد داخل ارضيه الملعب. من يستمر. هاي مشكله كبيره ايضا. ولما تيجي بتضغط الثلاث خطوط بتوعك لازم يبقوا قريبين. صح، اتفق. فانت لما لازم الخط الاولاني والخط الثالث، الخط الاولاني اللي هو خط الهجوم والخط الثالث يبقى مساحه 60 70 متر، يبقى مفيش كومباكت اللي احنا بنقول عليه. لما يبقى المساحه دي مع دي، الخط الاولاني مع الثالث والمساحه اللي ما بينهم، يبقى مفيش الفريق ترابط ما بينهم. فلازم اللي بيوجه الضغط واللي بيعمل كومباكت للفريق الخط الاول بتاع الضغط اللي هو الخط الهجوم. لازم الثلاث خطوط يقفلوا مع بعض. انما اتضرب الخط الاول، الخط الثاني بقى المساحه فاضيه. المساحه انا عاوزك كفكره تقيس المساحه. شاهد دوناروما كابتن عبد العزيز عشان تكمل الصوره. حبل الافكار. نعم. ايوه، عاوزك تقيس المساحه اللي ما بين هافرز اول لعيب لارسنال واخر لعيب في خط الدفاع بتاع ارسنال. هتلاقيها 60 متر. 60 متر. ايوه كادر، افتح ايوه، ما بين جابرييل وصليبه وكي هافرز. فريق ما كان مستعد للضغط، وهذه مشكله ايضا اكبر في عمليه قرار. في وجود قائد من ممكن ان يوجه ارجع وغط مساحتك، وبعد ذلك من الممكن ان نبدا الضغط مره اخرى. لكن بالنسبه لارسنال مشكله تواصل، مشكله قرارات في ارضيه الملعب. هل نضغط لمنطقه عاليه؟ هل نتراجع بشكل كبير؟ لذلك كانت المساحه كبيره، وبكل تاكيد تستغل قوة السيتي في اورايلي في عملية الزيادة وعملية الدخول في منطقة الجزاء. وهذه التفاصيل بكل تأكيد تكون مكلفة لفريق أرسنال، وبالتالي سجل منها هالاند الهدف. وتيجي نرجع نقول يا عبد العزيز الصلابة الدفاعية. لو تسمح لي عفوا كابتن محمد، لو تسمح لي، في حالة
هذه الحالة فيها الكثير من التفاصيل حقيقة. يعني في المرحلة الأولى من هذه الحالة مع استلام دوناروما للكرة كان هناك تمويه من دوناروما، يعني هو كان قريب من توجيه الكرة إلى جيهي ومن ثم غير القرار مباشرة لأورايلي.